في ماتش مهم جدا في نهائي الكأس ما بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس في السعودية. تمام. وفي مكافآت الماتش ده 2.5 مليون دولار. اتحاد الكرة وزعها ازاي؟ اتحاد الكرة هياخد 2 مليون دولار والأهلي والزمالك الاثنين هياخدوا نص مليون دولار. هل التقسيم ده تقسيم عادل؟ اتحاد الكرة ياخد 2 مليون والأهلي والزمالك الاثنين ياخدوا نص مليون. المفروض التقسيمه دي تتوزع بطريقه تانية بحيث يبقى كل الاطراف مستفيده، وليكن اتحاد الكوره هياخد مليون دولار والاهلي والزمالك ياخدوا 1.5 مليون يتوزعوا، وليكن مثلا الاهلي مثلا او الزمالك اللي يكسب فيهم ياخد مليون والتاني ياخد نص مليون واتحاد الكوره ياخد مليون. العمليه كده شايله همها. لكن اتحاد الكوره ياخد لوحده 2 مليون دولار والاهلي والزمالك الاثنين ياخدوا نص مليون. انا شايف ان الرقم ده مش فير.